السلام عليكم، عاملين ايه؟ معاكم اسماء في مطبخي مع اسماء. هنعمل مع بعض النهارده صينيه بطاطس حلوه جدا جدا. هنعملها في الفرن وهعملها معاكم بالبط، بشوربه البط. انا الاول بسلق البط كده، الاول بديله 3/4 سوا، وبعدين بحط البط على البطاطس من فوق وادخله الفرن. تمام، لان البط بياخد وقت كبير في السوا، فما ينفعش ان انا احطه مع البطاطس على طول. هتلاقي البطاطس استوت الاول وهو لسه مستويش، فبديله 3/4 سوا وبعد كده بدخله الفرن مع صينيه البطاطس. انا هنا قطعت البطاطس شرايح زي ما انت شفت كده معايا، والجزر هبشرها. وهنا البصل هقطعه حلقات. تمام، طبعا انا بقطعه حلقات كده، يعني اللي هي بقسمها نصين الاول وبعد كده بقطعها حلقات، وبعد كده بقى ايه، بفكها زي ما انتم شايفين كده معايا عشان تبقى كل حلقه معايا واحده. هنا بقى هحط البصل في الصينيه، بعد كده هقطع الطماطم برضو شرايح واحطها برضو على البصل، وبعدين هرص الجزر، وبعد كده هرص الايه في الاخر حاجه البطاطس. معايا بقى فلفل رومي ومعايا قرن فلفل حراق، بقطعهم برضو كده شرايح برضو كده صغيره، وابدا ان انا ايه بحطها. الفلفل طبعا بيخلي البطاطس طعمها روعه روعه روعه، بيغير طعم البطاطس خالص، وبيخلي طعمها حلو قوي. وقرن الفلفل هنا لو انت بتحبي البطاطس حراقه ممكن تحطي قرنين 3، لان القرن ما بيبانش خالص، يعني القرن اللي احنا حاطينه ده هيديكي كده شطه خفيفه خالص، يعني مش هتحسي بيها. هحط بقى هنا الفلفل، بعد كده هبشر الجزره زي ما انتم شايفين كده. بحب ان انا ابشرها عشان ايه، برضو الجزر يستوي معايا بسرعه مع الايه، مع البطاطس. هبدأ ان انا هرص البط زي ما انتم شايفين كده. انا مقطعه البط 5 قطع، يعني قطعه الوركان اللي من تحت والكتفين اللي من فوق، وباخد الحته اللي في النص ايه من عند صدر البطه كده واحده. تمام، هبدأ بقى انا بستخدم الشوربه بتاع البط. باخد شوربه البط بحط عليها 5 معالق كبار من الصلصه، واحط عليها معلقه كبيره من الكزبره، ومعلقه كبيره من الكمون، وبحط معلقه سمنه زي ما انتم شايفين كده برضو، معلقه سمنه كبيره. وهبدا بقى ان انا هسقي بيها الايه البط. طبعا ممكن لو انت حابه الشوربه كتير ممكن بتزودي شوربه عن كده او بتقللي، دي حسب اختيارك انت، بتحبي الشوربه كتير في البطاطس ولا لا. تمام، انا ممكن بعد ما تستوي، لو بعد ما تستوي في الفرن لو احتاجت مني شويه شوربه بزودها عادي، مفيش اي مشكله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد في مطبخي مع اسماء.